لصان يسرقان 100 مليون دولار في طائرة. بسرعة يقطعان الحبال مما يجعل المال يسقط من ارتفاع 10,000 متر. قبل أن يغادرا يودع أحدهما الكاميرا بوقاحة بإظهار إصبعه الأوسط، ثم يركض بسرعة نحو الجزء الخلفي من المقصورة ويقفز دون تردد طائرا مباشرة نحو الأوراق النقدية التي كانت تسقط ويمسك المال. كلاهما أخرج سكاكين من خصورهما وقطعا في نفس الوقت الحبال التي كانت تربط الأوراق النقدية. في ضربة واحدة طارت أوراق نقدية بقيمة 100 مليون روبية نحو السماء. بدأت العديد من الأوراق النقدية في الطيران والسقوط نحو الأرض. تعمق اللصوص أكثر فأكثر نحو الثقب الأسود المكسيكي الذي يبلغ عمقه 8,000 متر. داخل الثقب الأسود فتح أحدهم مظلته وهرب بنجاح. في تلك اللحظة كان المكان الذي تسقط فيه الأوراق النقدية هو الحي الأكثر فقرا. عند رؤية ذلك هرع جميع الفقراء وبدأوا في نهب أكبر قدر ممكن من المال، لكن السرقة تركت مكتب التحقيقات الفيدرالي في حيرة تامة. لم يتمكنوا من فهم أن الدافع الحقيقي وراء كل هذه التخطيط كان لمساعدة الفقراء. لمجرد التسلية أخرج اللصوص دراجاتهم الهوائية أمام الشرطة ودخلوا المبنى المالي واحدا تلو الآخر. وصل أحدهم مباشرة إلى سطح الطابق 208 وسرق ألماسا ثمينا بقيمة ملايين الدولارات. بعد ذلك قفز من أعلى نافذة في المبنى وفتح مظلته في الهواء ووزع جزءا كبيرا من الألماس بين الفقراء. عندما لم تكن الشرطة تعرف ماذا تفعل قام شرطي مبتدئ مايك بكشف كبير. اكتشف النية الحقيقية للصوص.